أوحش بني آدم ممكن تقابله في حياتك هو الخسيس، ناكر الخير والجميل والمعروف. بني آدم غريب، لا نافع معاه العيش والملح ولا الجدعنة ولا المواقف الجميلة. تحس إنه عدوك مهما عملت له من خير، ودايما بيخليك تسأل نفسك هو أنت بتعمل كده ليه؟ أنت ملتك إيه؟ بجد البني آدم ده ربنا يعينه على نفسه المريضة المعقدة ويعين عليه في الدنيا. يا أخي ده أبسط قواعد البشرية، إنك تقابل الخير بالخير. أما تقابل الخير بالشر والكره وإنك تنكر المعروف، دي حاجة لا هي آدمية ولا حيوانية بصراحة، دي حاجة ملهاش اسم. هذه رسالة موجهة. في ناس بتعمل خدها مداس علشان تعمل فلوس، بس احنا بندوس على الفلوس علشان نعمل خاطر للناس اللي بنحبهم. فما تخسروناش علشان قرشين، الدنيا متسابة. هذه رسالة موجهة. أكتر حاجة ممكن تجد نفسك فيها وتتعب بجد منها، إنك تقعد تقنع حد إن الكلام اللي قاله عليا فلان كذب، وإني والله لا عملت ولا قلت كده. ما تعملش كده، لأن بمنتهى البساطة ده كذاب وأسود من جواه. قال لواحد ناقص، اللي هو كمان راح عاد الكلام قدام واحد قليل الأصل، وكلهم صدقوا الكذبة اللي هم متأكدين إن هي كذبة أساسا. هي دايرة أنت أكبر وأنضف من إنك تدخل فيها. من الآخر، لو ملكش حد جدع وابن أصول يرد غيبتك ويدافع عنك، وكل ربنا فيهم وسيب الكذاب يحكي للناقص وهم قاعدين قعدة حقد مليانة غل، وتأكد إنه دين عليهم ولازم يسدوه كلهم علشان يحسوا يعني إيه ظلم، وساعتها تستريح وحقك هيرجع لك. ما تقلقش، ربنا في ظهرك. هذه رسالة موجهة. في الزمن ده كلنا محتاجين الدعوة دي. اللهم قنا خصومة الفاجر، ومحبة المخادع، ونفاق اللئيم، وغدر القريب، وصداقة الخائن، وشماتة الأعداء. حقيقة البشر اللي حوالينا ما يعرفهاش غير ربنا، وربنا لو بيحب عبد بيكشف له حقيقة الناس اللي حواليه. احنا ما بنختارش نحب مين ونكره مين، المواقف هي اللي بتزرع فينا ناس وبتقتلع من جوانا ناس تانية. احيانا موقف صغير يكشف لك دناءة ناس، فتغير كل ترتيب الاشخاص في حياتك وتبتدي ترتبهم تاني من اول وجديد. فشكرا للمواقف اللي بتعرفنا الناس اللي حوالينا وبتعرفنا معادن الناس اللي حوالينا. ودايما لازم تقول اللهم دلني على من أراد بي خيرا ودله علي، واصرفني عن من أراد بي شرا واصرفه عني، وحسبي الله ونعم الوكيل. قول أمين. هذه رسالة موجهة. ما تزعلش لو شفت من حد حاجة ضايقتك ومش عاجباك. ما تزعلش لو شفت إساءة من حد أنت مش متوقعها منه. ما تزعلش لما تشوف حقيقة اللي حواليك رغم إنك اتصدمت فيهم. ما تزعلش لما تشوف وتكشف اللي عايز يضربك في ظهرك ويقضي عليك. أنت المفروض تفرح وتفتكر إن ربنا بيحبك فأنار بصيرتك. فالحمد لله الذي نطيعه بصفاء النوايا فيجازينا بنور البصيرة. ربنا ينور بصيرتك ويسترها معاك. قول أمين. هذه رسالة موجهة. عيوب الجسم بيسترها مترين قماش، لكن عيوب الفكر بتتكشف عند أول نقاش. الأمراض مش في الأجسام بس، الأمراض موجودة كمان في الفكر والأخلاق. فلو شفت مريض الفكر والأخلاق ادعي له بالشفاء، واحمد ربنا إنك معافى الجسد والعقل. قول الحمد لله. هذه رسالة موجهة. سبب المشاكل وقطع العلاقات وكره الناس لبعضها هو نقل الكلام، فتقع ما بين مقصود لم يفهم ومفهوم لم يقصد. فخلي بالك وانت بتسمع الكلام، واعرف انت بتسمع من مين وازاي علشان ما تقعش في الفخ ده، اللي هو فخ نقل الكلام اللي يخرب البيوت والعلاقات ويودينا في حتة بايخة. هذه رسالة موجهة. ما تبقاش لما بتغلط بتلاقي نفسك 100 عذر، ولما اللي قدامك يغلط ما بيبقاش عندك استعداد تسمع منه عذر أو مبرر واحد بس، مع العلم إنه ممكن يكون غلط غلطة مش مقصودة، أو حتى لو غلطة مقصودة بس عاملها عن جهل وعنده استعداد يصلح ويتأسف.
لكن انت شايل السيف وبتجري وراه علشان تطير رقبته. يا أخي خليك رحيم والتمس لأخيك الأعذار وعديها، والله بتعدي. هذه رسالة موجهة. ما تحكمش على الناس بأشكالها، احكم عليهم باللي في قلوبهم، باللي جواهم. يمكن شكلهم من وجهة نظرك مش قد كده، بس ممكن جدا تلاقي جواهم حاجات كتيرة حلوة. وطبعا العكس صحيح. فراشة جميلة بس حشرة، والصبار رغم قسوته زهرة. وصدقني كل ما تشوف الناس حلوة هيشوفوك أحلى، وربنا هيكرمك بنيتك اللي بتشوفهم بيها. قول أمين. هذه رسالة موجهة. عايز تنتقم من اللي أذاك؟ هقولك على طريقة سهلة جدا. قرب، اخرج من حياته، احرمه من وجودك، احرمه من إحساسك الحلو وحبك ليه. انت كده انتقمت أشد انتقام وانتصرت أعظم انتصار. سيبه بقى للي شبهه، خليهم يشبعوا ببعض، خليهم ياكلوا بعض، مع العلم ان طعمهم هيبقى زفر. هذه رسالة موجهة. كن من تكون، فاليوم تمشي وغدا مدفون. بتسعى كتير علشان يبقى لك مسمى في الدنيا، زي دكتور، مهندس، ضابط، طيار، بس يا ترى ايه المسمى بتاعك في الآخرة؟ هل أنت من الصائمون القائمون القانتون المتصدقون الراكعون الذاكرون، ولا ايه بالظبط؟ اللهم اجعلنا ممن تحبهم وترضى عنهم، فتقبلهم عندك وتظلهم بظلك. قول أمين. هذه رسالة موجهة. 2 لازم تشكرهم: اللي بيكرهك واللي بيظلمك. اللي بيكرهك لازم تشكره لأنه أكد لك إنك أحسن منه، علشان كده كرهك. واللي بيظلمك لازم تشكره أكتر وأكتر، لأنه خلالك عند ربنا دعوة مستجابة، دعوة ربنا قال لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. يعني بقيت صاحب دعوة مقبولة، صاحب دعوة مستجابة من الرحمن. ولو قدرت تسامحهم، سامحهم يا سيدي، مش هيحصل حاجة. المسامح كريم. هذه رسالة موجهة.